فيديو النهاردة بقى فيه أفكار لرمضان تحفة. هنستخدمها بكذا شكل وهيكونوا حلوين قوي، والأحلى إنهم هيتعملوا من الورق بس، والأحلى كمان إننا هنعملهم بنفسنا وهنختار المقاس والألوان اللي بنحبها. تعالوا يلا نشوف هنعملهم ازاي. أول فكرة استخدمت ورق مقوى ورسمت نجمة. هستخدم مقص أو أي حاجة ليها حرف مدبب كده، وهعمل خط في النص من عند راس أي مثلث كده لحد النقطة اللي جوه دي. وفي الفكرة دي هحتاج 12 نجمة، هخلصهم كلهم بنفس الطريقة عشان أطبقهم نصين. دلوقتي هنثبتهم بالشمع. الخطوط اللي هرسمها دي هي هتكون الأماكن اللي هنحط عليها الشمع. ممكن نخلي دي قدامنا كده عشان ما نتلخبطش ونعمل كل النجوم زي بعض. هنحط الأول شمع من جوه كده، نقفل النجمة على بعضها، وهنخلص ال 12 نجمة كلهم بنفس الطريقة. الحلو بقى في الفكرة دي إننا كل ما نغير الأماكن اللي بنحط عليها الشمع الشكل النهائي بيتغير وبيدينا نتيجة مختلفة. المهم بس إننا نخلي كل القطع تتلزق مع بعض بنفس الترتيب. دلوقتي بقى هنحط الشمع من بره عشان أثبتهم في بعض. هخلصهم كلهم وما ننساش بقى النجمة اللي كنا سايبينها عشان نثبتها معاهم. في الجزء ده بقى ممكن نثبت حبل أو شريط نعلقها منه، وبعدين هنحط الشمع في الأماكن اللي بره عشان نفتح النجمة بالشكل ده. هنثبت أول واحدة مع آخر واحدة بالشكل ده، وكده هتكون خلصت وشكلها بجد خطير. عملت منها بقى لون تاني وحطيت جليتر دهبي كده على الأطراف، خلى شكلها تحفة. هحط من اللون الأزرق بقى عشان ما كانش عندي لون أخضر، وممكن كمان لو مش عندي الغيرة الجليتر ده هستخدم غيرة عادي مع الجليتر اللي زي ده. هحط الغيرة كده على الأماكن اللي عايزاها، وهرش الجليتر كده وهيلزق على الغيرة. ولازم بقى نحط ورقة تحت كده عشان نشيل الجليتر الزيادة في العلبة تاني. وبس كده شكلها حلو قوي. ممكن بقى نستخدمها كقطعة ديكور كده، أو نعلق منها كذا واحدة في خيط أو حبل كده عشان نعملها زينة، وهتبقى حلوة جدا. طالما رمضان بقى يبقى لازم فانوس. جبت ورق مقوى مقاس A4، وهحدد نص الورقة كده وهطبقها نصين. هحدد كمان خط كده عشان اطبقها نصين كمان. يفضل دايما مع اي ورق وزنه تقيل اننا نحدد الخطوط اللي محتاجين نطبق الورقة عندها عشان تطبق معانا بكل سهولة. ودي رسمة فانوس بسيط قوي رسمتها في ورقة خارجية. لو عايزين المقاسات هتظهر دلوقتي عندكم. هبدأ ارسمها بقى على الورق وهو متطبق كده، وده هيكون شكلها. هبتدي افرغها، والرسمة دي كمان هحتاج منها 12 قطعة. ممكن أسهل على نفسي شوية وأطبق الورقة نصين كده قبل ما أرسم، وهرسم نص الرسمة على حرف الورقة المقفول كده، لأن أنا كده كده هحتاج أطبق الرسمة نصين لما أفرغها. وبما إننا بقى لازم نستفاد من كل قصقوصة ورق، فالجزء المستطيل اللي هنفرغه من الفانوس ده هنخليه، وهرسم عليه كده وهو متطبق نصين رسمة مأذنة بسيطة، وهفرغها وهخليهم دلوقتي وهتشوفوا هنعمل بيهم ايه. نرجع بقى للفانوس ونبدأ كده نعمل خطوط بالشمع في نص الفانوس من جوه. هنقفل كده كل ورقة ونعمل نفس الخطوة في ال 12 قطعة كلهم. وعشان نثبتهم مع بعض هنعمل خط بالشمع فوق وخط من تحت كده، وهنثبتهم كلهم بنفس الطريقة دي. وطبعا زي ما قلنا في الفكرة اللي فاتت، لو غيرنا أماكن تثبيتهم مع بعض هيطلع لنا شكل مختلف. هنخلص خالص وبعدين هنقفل أول واحدة وآخر واحدة مع بعض كده، وبعدين بقى ثبت على خلة كده أو عصاية شيش طاووق هلال بنفس لون الورق، ودخلتها لجوه وحطيت عليها شمع. وبس كده بقى شكله تحفة. نقدر نستخدمه قطعة ديكور كده، أو لو عملنا مقاس صغير ممكن نعلقه في الزينة. نرجع بقى للجزء المستطيل اللي كنا سايبينه. هما كانوا 12 قطعة كمان. هنحط شمع في النص كده عشان نقفل الشكل نصين، وعشان نثبتهم مع بعض هنحط شمع من فوق على شكل حرف L وخط من تحت، وهنثبتهم على بعض بالشكل ده لحد لما نخلصهم كلهم. وبرضه هنقفل أول قطعة مع آخر قطعة بالشكل ده. ومن فوق كمان ثبت هلال. وبس كده طلع صغير كده وكيوت قوي. آخر فكرتين بقى هعملهم بورق مجلة كده أبيض في أسود. تقدروا تستخدموا ورق أي كتب أو كشاكيل مش محتاجينها. أخدت ورقة وطبقتها كده 3 مرات، وعلى الجزء المقفول ده هرسم رسمة بسيطة كده من رسومات الستايل الإسلامي ده. هفرغها، ودي كمان هحتاج منها 12 قطعة. هحط شمع كده في الأول في النص على كل قطعة وأقفلها نصين.
وبعدين هثبتهم مع بعض بالشمع. هحط كده خط من فوق وخط من تحت، وقبل ما نقفلها في الاخر ثبت شريط ستان رفيع كده عشان تتعلق منه، وبعدين قفلت الاولى مع الاخيرة وهتطلع حلوة قوي بالشكل ده. الشكل التاني رسمت شكل مختلف وفرغته، وهحتاج منه برضو 12 قطعة، وبنفس خطوات التثبيت اللي في الشكل اللي فات هنثبت الشكل ده كمان، وهنحط حبل للتعليق وهنقفل الأولى مع الأخيرة. شكلها هي كمان طلع تحفة قوي. وبس كده، دي كل الأفكار في فيديو النهاردة، يا رب تكون عجبتكم، وعايزاكم تكتبولي في الكومنتس ايه أكتر فكرة عجبتكم.